انسي اي طريقة حواوشي قبل دي. بنص كيلو لحمة بس هنعمل 7 رغيف حواوشي، انما ايه عظمة. بص المطة والجميل، ما اقولكوش بقى على الريحة ولا الطعم ولا البهارات. دلوقتي معانا نص كيلو لحمة مفرومة فيها نسبة طبعا دهون كويسة، ومعانا بصلاية مبشورة هنحطها كده بالشكل دون، ومعانا طماطماية مكعبات هناخد منها كده شوية. انا مقطعة طبعا طماطمتين دي كده بمقدار طماطمية واحدة، هنحطها كده على اللحمة ونقلبها كويس. يلا تعالوا بقى اوريكم المقادير. معلقة فلفل، معلقة ملح، معلقة 7 بهارات. دلوقتي مش هنضيف اي بهارات تانية على اللحمة المفرومة، لان البهارات دي كفاية تخليلك اصلا اللحمة بتاعتك تحفة. ودلوقتي هنقعد نقلب بقى كويس كده، نقلبهم في بعض كده كويس بالشكل ده. وبعد كده يلا بينا بقى ندخلهم التلاجة يرتاحوا كده لمدة ساعة، وبعد كده نخرجهم نعمل احلى حواوشي. ودلوقتي بقى قبل ما نحطها كده في التلاجة نجهز العيش معانا، ونخرج كده اللحمة بالشكل ده. ويلا بينا بقى نحط اللحمة كده على جنب، ونجيب العيش معانا. جايبين العيش كده من فرنة، بص فاتحينه ازاي بالشكل ده. ودلوقتي هنشكل اللحمة ونقسمها على كرات. بص هنقسمها كده من غير ميزان ولا اي حاجة، هو يا دوبك الكرة كده على كف ايديكي. هنحطها كده في الرغيف، نعمل طبق كده رفيع عشان تستوي معانا كويس كمان بالشكل ده كده. نفرد كده في الرغيف بالشكل ده ونوزع اللحمة. ولو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بص فردنا ازاي كده اللحمة في العيش، بص كده بالشكل ده. بص الطبقة رقيقة كمان كويس عشان تستوي معانا. ودلوقتي بقى نجيب حبة زيتون كده مقطعين كده شرايح، نحطهم كده في الرغيف. طبعا الطماطم دي اصلا اختيار، يعني انت لو حابة ان انت تحطي فيها طماطم حطي، مش حابة ما تحطيش، اعملي حتى الحواوشي سادة من غير اي حاجة. انا طبعا حاطة الفلفل محضراه بره. ودلوقتي اوريك هو كمان واحد تاني كده هنشكل كده اللحمة برضو نفس الشكل. بصوا كده على كفة ايد اللحمة كورناها كده، ونفردها تاني برضو في العيش كويس كده بالشكل ده. ودلوقتي بقى نعمل بقى واحد سبايسي، نحط كده الفلفل عشان لو معانا اطفال، طبعا في الاطفال ما بتحبش الحاجات اللي هي السبايسي. واديني جهزت معاكم هو الرغيف كمان. ودلوقتي زي ما انا قلت لكم بنص كيلو لحمه بس عملنا 7 رغيف حواوشي، انما ايه تحفه بجد. بصوا ادي كلهم اهم فيهم عيش بالزيتون ومن غير زيتون، او دول سبايسي. يلا بينا بقى نحطهم على النار. ودلوقتي جبنا طاسه حطينا فيها حته ليا، هنسيحها كده في الطاسه كده بالشكل دوت، وهنعمل منها احلى حواوشي. بص سيحناها ازاي، نزل منها الدهون دي ازاي. ونحطها بقى على جنب. ولو برضو ما عندناش ليا ممكن نستبدلهم بمعلقه سمنه وحبه زيت. انا بشتري اللحمه طبعا، قلت للجزار عايزه حته ليا، اداني طبعا حته الليا دي عشان نعمل بها الحواوشي، بتخلي الحواوشي في حته تانية خالص. نخلي كده الحراره متوسطه عشان طبعا الحواوشي ما يتحرقش مننا. بص خلينا الجنب دون كده لونه ذهبي ازاي وجميل ومقرمش. ودلوقتي حمرنا كمان الوش التاني اهو بالشكل ده. بص اللحمه استوت معانا ازاي. دلوقتي بقى نحط لها حبه جبنه موتزاريلا هتخليها تحفه. وكمان مش ضروري، ممكن موتزاريلا، ممكن نحط تشيدر، ممكن نحط رومي، ممكن نحط ميكس براحتنا. ودلوقتي غطيناها كده عشان الجبنه تسيح. بص ساحت ازاي بالشكل ده. بص جميل الرغيف كده. حطيت واحد معاكم تاني كمان، واحد سبايسي اهو. يلا ونحط له حبه جبنه موتزاريلا كده. نفرد كده الجبنة كده في رغيف الحواوشي، وبعد كده نغطيه عشان الجبنة طبعا تسيح. ايه رأيكم؟ بص المطة تحفة. بصوا بقى كده الحواوشي لونه ذهبي وجميل ازاي. بصوا المطة بتاعت الجبنة، ما اقولكوش بقى على
كريسبي من بره بقى كده ومن جوه طري جدا، وفي منتهى الروعة، طعمه جميل جدا وريحته قلبة المكان كله. ويا ريت لو عجبتكم وصفتي تشجعوني تكتبولي في التعليقات عجبتكم ولا لأ. انسي أي طريقة تانية بقى وقومي اعملي الحواوشي دون. لو عندك نص كيلو لحمة، عندك كيلو لحمة، قومي بسرعة اعملي الطريقة دي هتعجبك جدا. أنا ندى عادل، لسه قناتي جديدة ومحتاجة دعمكم ليا، واعملوا لي لايك وشير بقى عشان لو عجبتكم وصفتي، ولو عجبتكم الوصفة اكتبولي في التعليقات.